الو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا قاسم من العراق. حياك الله أستاذ قاسم، اتفضل. أشوف عدد المهتدين عندك 389. الحمد لله. الحمد فبحمد لله. الله نجعلهم 390. إيه؟ أنا مهتدي من العراق. والله والله العظيم. الحمد لله، الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. يا شيخ، الحمد لله، شكر. يا شيخ، إذا أكو مجال أسولف يعني قصة هدايتي. اتفضل. يا شيخ، أنا كنت يعني شيعي، لكن أحب الأدب والشعر. فتابعت شيخ مغربي اسمه سعيد الكمولي. نعم. فيطرح دائما طرح أدبي. فبمرة من المرات سمعته ينصح بحفظ القرآن. نعم. فبيني وبين نفسي قلت لنفسي أنا يعني شوف السنة يحفظون القرآن وأنا شيعي أصلا يعني ما قارئ القرآن ولا مرة. نعم. فقلت خل أقرأ القرآن. نعم. المهم فقرأت القرآن والحمد لله. فهاي كانت تقريبا نقطة تحول بحياتي. نعم. من عرفت بطلان عقيدة الشيعة. أول شيء عقيدتهم بالتحريف، ورب العالمين يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب شلون انتم تقولون حرف ابو بكر وعمر والله حفظه؟ ورب العالمين يقول انه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طيب شلون رب العالمين حفظه وابو بكر يحرفه؟ وبالنسبه يقولون انه الامام ركن من اركان الدين. رب العالمين يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب ليش ما ذكر الامام هنا في هذه الايه؟ نعم. ما اعرف السبب، اذا هي الركن الاعظم بالدين. وبالنسبه لتكفيرهم للصحابه، رب العالمين يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. نعم. طيب ويقول بآية ثانية ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. طيب الذي وعده الله الحسنى شنو جزاءه؟ يجاوبنا بآية ثانية يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. طيب تخيل هذا فضل للصحابة والشيعة يكفروهم. بالنسبة يقولون أنه الإمام علي كان ملتزم التقية وما يحاربهم. طيب إبراهيم والذين آمنوا معه طبعا كانوا قلة. نعم. وقالوا لقومهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. طيب كانوا قلة وأبدوا يعني عقيدتهم. شلون الإمام علي ما يبدأ عقيدته وهم بعقيدتهم أنه إبراهيم أحسن من عفوا الإمام علي أفضل من إبراهيم. نعم. طبعا يقولون أنه أراد يحافظ على بيضة الإسلام. طيب شنو هاي البيضة اللي الإمام علي حافظ عليها بيعة الكفار؟ نعم. شلون بيضة الإسلام تنحفظ بيعة الكفار؟ نعم. طيب شلون وبعدين يعني مو بس بايعهم، لا راح زوج عمر بنته من أم كلثوم. نعم. العقيدة الثانية أنه يقولون الأئمة يعلمون الغيب. طيب شلون رب العالمين يقول عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول؟ يعني رب العالمين هو وحده يعلم الغيب ويطلع الأنبياء على بعض من الغيب. نعم. وين يعني أكو آية بالقرآن تقول الإمام يعلم الغيب؟ نعم. ماكو طبعا. والنبي طبعا هو نفسه اعترف أنه ما يعرف الغيب كله وقال بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لنفسي. نعم. يعني هاي الآية تبطل عقيدتهم. نعم. وبالنسبة للولاية التكوينية سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طبعا رب العالمين استجاب له وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنك فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فاستجاب لرب العالمين وانطاه ملك ما ينبغي لأحد من بعده. فشلون الإمام اجى واخذ ملك أفضل من ملك إبراهيم؟ أنت عندك كم سنة؟ أنت عندك كم سنة؟ 18 سنة. الله أكبر. أقسم بالله الله أنت أعلم. لو سني، يعني مش بقول لك أنت لو شيعي كنت، لا لو أنت سني أقسم بالله تيجي تقعد مكاني هنا. طيب يا شيخ إيه العقيدة دي؟ إيه العقيدة عايز دي؟ أقول لك على والله دي فتوحات من رب العالمين، أقسم بالله فتوحات من الحمد رب العالمين، لله والله الحمد العظيم لله. أنا عيوني بتدمع. طيب يا شيخ أكمل يا تعلم أخي، أنه أكمل. تعلم أنه والدي شيخ معمم. أكمل. طيب ورب العالمين بالنسبة للدعاء غير الله نعم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شوف يعني الدعاء غير الله شرك، وهذا بنص القرآن الجديد، ولا ينبئكم مثل خبير. فشلون أنتم تشركون بغير الله وهو يقول لا تدعون بغيري؟ نعم. طيب نسألهم، أنا طبعا هو سألت من مشايخهم إحنا ليش ندعو غير الله؟ ليش نقول يا علي يا حسين يا فاطمة؟ يقولون إحنا نتوسل بيناتهم، نتوسل بهم رب العالمين، نحطهم واسطة بيناتهم وبين رب العالمين. زين رب العالمين يحتاج واسطة؟ يقولون أنت يضربون مثال، يقولون أنت إذا رحت الملك ما تقدر تروح له مباشرة، لازم تخلي واسطة بينك وبين الملك. نعم. وهذا طبعا والله يعني من أفسد الأقيسة اللي شفتها واللي سمعتها، لأن الملك بشر حاله حالنا، احتمال ما يعرف يعني أحوال رعيته شنو، فيحتاج واسطة ويحتاج شفيع بينه وبين الرعية. بينما رب العالمين هو عالم الغيب والشهادة، مثل ما قال وصف نفسه بكتابه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. فشلون يا شيعة تقارن المخلوق بالخالق؟ نعم. ويا ريت اللي يدعوهم مثلا أحياء يسمعون، لا ذولا أموات قبل أكثر من مئات السنين، ورب العالمين يقول وما أنت بمسمع من في القبور. فيا شيخ ورا ما سمعت القرآن والله العظيم بعد شهر واحد قسمت أنه كل يوم أقرأ جزء واحد من القرآن. ما شاء الله. بعد هذا الشهر والله العظيم تركت التشيع. ثبتك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الحمد الله لله. تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خيرا والله. الله جزاك خيرا. طيب يا شيخ نسأل الله عز وجل لك الثبات. نقطة أخيرة. والدي نعم. شيخ معمم هو، ودرس عند السيد محسن الحكيمي، هو كان المرجع الأول للشيعة في زمانه. نعم. فوالله بسبب يعني جهلهم وجهل المعممين هو اللي خلانا نترك التشيع، وبسبب قلت لك قراءة القرآن والحمد لله. نعم. وأسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين، وأسأل الشيعة أطلب من الشيعة أنه يدبرون في هذه الآيات اللي ذكرتها ويقرؤون القرآن. نعم. ويشوفون شنو اللي يعني عقيدتهم توافق القرآن وتخالفه. نعم. بس هذا يطلبون من عندهم، بس يقرؤون القرآن، ما يريد منهم غير شيء. نعم والله. نعم جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. ثبتك الحمد الله. لله. والله ثبتك الله. آمين يا رب العالمين. آمين وإياكم. تفضل تفضل. ربنا يثبتك. تفضل. سبحان الله. الإخوة اللي معايا من مدة، انتوا فاكرين يا إخوانا لما كنت دايما أقول للشيعة اقرأوا فقط القرآن، اقرأوا فقط القرآن، وكنت دايما أقول لكم عند الشيعة يعني قنوات الشيعية اللي هي قنوات البث المباشر اللي هي قنوات الفضائية ما بيشغلوا قرآن، خايفين الناس تسمع القرآن، خايفين الناس تسمع القرآن في قنواتهم، لأن هناك آيات لو عدت على أذن الشيعي نفسه هيقعد يتفكر فيها. لذلك المعممين دايما بيبعدون عن القرآن. اوعى يغروكم الاحتفالات اللي بتحصل في إيران ويجيب لك كم عيل وكم مش عارف ايه بيحفظوا القرآن، ده الذر الرماد في العيون بس عشان يقول لك احنا إيران اهو بنطلع مسابقات ومش عارف ايه. لكن اوعى يا شيعة، كما قال الأخ 18 سنة أقسم بالله العقيدة بتاعته ولا واحد عنده 68 سنة مش 18 سنة، عقيدة نابعة فقط من القرآن. الراجل ما اتكلم بأي حديث ولا أي حاجة، ده ألجمني أنا، ده أنا اتعلمت منه، أقسم بالله أنا اتعلمت منه. يعني في حاجات هو ذكرها خطرت في بالي كده إن أنا أعملها حلقات كمان، زي موضوع سيدنا إبراهيم وبراءة سيدنا إبراهيم من المشركين، زي ما سيدنا إبراهيم تبرأ من المشركين وتعرض إلى النار ومع ذلك ما ترك العقيدة بتاعته، وحاجات وحاجات وحاجات. أنا اتعلمت منه. سبحان الله. ده الدين الإسلامي. يقول لك إيه؟ الدين الخالص، دين النفس المطمئنة. شوف مع إنه خايف، لكن شوف قراءته للقرآن عاملة إزاي. هاتوا كده وهات واحد شيعي معمم وخلوا الاثنين يقرأوا آية واحدة. الله أكبر. أنا بصراحة مش هقدر أقول أي حاجة بعد اللي اتقال، ومش هقدر أستقبل أي مكالمة بجد، وهختم على كده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله العظيم. ربنا يثبتك يا ابني والله،
ويبعد عنك